السلام عليكم خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده ان شاء الله. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كيف ما عودتكم كنعطيكم احداث على المسلسل ديال عيشه، واليوم غادي نعطيكم احداث جديده. كيف شفنا خوتي نعيمه عايشه الحياه ديالها وعايشه السعاده مع الاب ديال علي، وما مسوقاش كاع المشاكل اللي طاريه لعيشه وبناتها. ما مسوقه حتى شي مشكل من المشاكل اللي طاريه في الدار، واخا عارفه كاع داكشي اللي طاري ما مشاركاش معاهم الحزن ديالهم. نايمه خوتي لقات السعاده ديالها مع الشفشاوني وربطات معاه علاقه، وما مسوقه لحتى شي حد اخر اللي كيهمها هو راسها. العائله ديالها الام ديالها واختها وبنات اختها حتى شي واحد فيهم باقي ما عارف العلاقه ديالها مع الاب ديال علي. حاجه وحده اللي قالت لهم باللي غادي يجي واحد السيد يخطبني، وما قالش ليهم علاش. شفنا خوتي الام ديالها طلبات منها، قالت لها خلينا حتى نفكوا المشكل اللي طاري مع ساره، وديك الساعات نشوفوا هاد السيد وفاش خدام. حيت شفنا خوتي الام ديال عيشه ونعيمه حتى هي كتفكر غير في الفلوس، وباغا بناتها يتزوجوا غير بالرجال اللي لاباس عليهم. ما كتفكرش في المصلحه ديالهم، بالعكس كتفكر غير في الجانب المادي وصافي. ما كيهمهاش انهم يكونوا مرتاحين، ولا تختار لهم ازواج اللي يكونوا راضيين معاهم ومرتاحين معاهم ويعيشوا في امان. اللي كتفكر فيه هي فاش خدام داك الراجل وشنو اللي عنده. كيف ما شفنا اخوتي فكانت كتعاير خديجه دائما بالزوج ديالها، وبالعكس كانت كتمدح في العربي راجل نعيمه، حتى طرا المشكل عاد ولات كتعايرو حتى هو. وشفنا هادشي حتى مع ريم اللي كانت كتحاول انها تلصقها ضروري، وكتحاول تقنعها انها تزوج بعلي غير حيتاش لاباس عليه. خوتي كيف شفنا في الحلقه اللي دازت ان ريم بدات كتشك في نعيمه، خصوصا ملي سمعتها قالت لهم عندي لكم واحد الخبر كتفرح. لا شفشاوني راه شرا ليهم برطما وغادي يدير لهم العرس في الشهر الجاي. هنا ريم كيف شفنا كانت تفاجات بزاف وسولاتها، قالت لها فين عرفتي انت هاد الهضره، شكون اللي قالها لك؟ نعيمه بقات غير ساكته. شفنا في الحلقه اللي دازت ان الام ديال عيشه والام ديالها ما تسوقوش لهاد الهضره، حيت كانوا ملهيين مع المشاكل ديال اماني ومع المشكل ديال ساره. ريم اخوتي ما غتنساش هاد الهضره اللي قالت ليها نعيمه، غتبقى تفكر فيها، غادي تولي تشك فيها بزاف وغتولي حاضيها في الداخله والخارجه. المهم اخوتي غادي تمشي عند نعيمه وغادي تسولها. نعيمه غادي تبقى غاديه في هاد الطريق ديالها، غتولي تخرج مع الاب ديال شفشاوني يتعشاو مجموعين، غتولي تجي معطله، غادي تبقى تخرج معاه بلا الخبر ديال عيشه، غيولي يجي يوصلها هو الباب ديال الدار. المهم ريم غادي تشك في الخاله ديالها وغادي تسولها، غتقولها بغيت نسولك منين عرفتي هاد الهضره. الخاله ديالها او ناعمه غادي تقول لها انا خدامه عنده، هو اللي قالها ليا، غير بلا ما تبقاي معمره راسك بشي حاجه ما كايناش. صافي ريم هنا غادي تميك وغادي غتيق الخاله ديالها وغتميك، غتقول ربما غير حيتاش خدام معاها فهادشي علاش قال ليها الهضره. المهم خوتي كيف ما شفنا في الحلقات اللي دازت ان ريم ولات كتخرج مع الخطيب ديالها علي، شي مرات كيتعشاو مجموعين بالخبر ديال الام ديالها. انا واحد النهار غادي يكونوا خارجين، غادي تمشي تعشى هي وعلي، ملي غادي ترجع غتلقى نعيمه راجعه من نفس المطعم هي والاب ديال علي. غادي تشوفها ريم وغادي يشوفها حتى علي، وهنا غادي يتصدموا بجوج. وكيف ما كنعرفوا ان الاب ديال علي كيوصل نعيمه ديما للدار، هادشي علاش كانت كتعطل في العشيه، ولكن هاد المره غادي يشوفها علي وريم وغادي يتصدموا فيها بزوج وغادي ينوض صداع. المهم اخوتي غادي نشوفوا ان ريم ما غاديش تسكت وغتجي عند جدها، غتقول لها عرفتي شنو واقع جده؟ السيد اللي قالت لنا نعيمه غادي يجي يخطبها هو الاب ديال علي. هنايا الام ديال نعيمه غادي تصدم بزاف، غادي تقول لها شنو كتقولي يا بنتي؟ غتقول لها نعيمه واش ما بغيتونيش حتى انا نعيش حياتي غتبقاو غير حاضيني؟ واش ما بغيتونيش نكمل الحياه ديالي؟ بغيتوني نبقى نفكر غير في العربي اللي تخلى عليا وطلقني؟ واش بنات عيشه يديروا اللي بغاو وانا ما نقدر ندير حتى شي حاجه من داكشي اللي بغيتو؟ نبقى حاضياهم غير هما والمشاكل ديالهم. المهم هنا الام ديالها غادي تطلب منها انها ما تقول والو لعيشه، غتطلب منهم انهم يخبعوا على عيشه، وغتقول لهم بارك عليها غير المشكل اللي طاري ليها ديال اماني والمشكل ديال ساره، خليوها تعيش غير مع هادشي وتفك المشاكل ديالها بلا ما تزيدوا عليها بهذا المشكل. ولكن نعيمه ما غاديش تسوق الهضره ديال الام ديالها ولا حتى الهضره ديال ريم. غادي نشوفوا اخوتي علي حتى هو غادي يمشي للاب ديالو في الدار ديالهم وغادي يبدا يدابز معاه، غيغوت عليه، غايقول ليه اجي سيدي نهضر معاك. هنايا الاب ديالو غايقول ليه واش انا قدك احترمني، راه انا الاب ديالك ماشي صاحبك. غادي يبدا يدابز معاه، غايقول ليه واش ما شفتي حتى شي واحد انت كتقيل تنصحني وتعطيني في النصائح وتقول لي ما تزربش وما ديرش، ما تعيش الحياه اللي عشتها، وفي التالي غادي غتضر الام ديالي ومع مع الخاله ديال البنت اللي خاطبها. هنا الاب ديالو غادي يقول لي هذه حياتي وندير فيها ما بغيت، الام ديالك ما بقيتش مفاهم انا وياها وغادي نطلقها. هنا خوتي فاش غايقول هاد الهضره غادي تسمع الزوجه ديالو، غتعرف باللي كيغدرها وكيخونها ومعامل مع نعيمه خت عيشه.
هنا خوتي فين غادي نشوفوا ان الزوجه ديالو غادا تمشي عندهم للدار وغادا تحيح عليهم، غتحيح على عيشه، غتلقاها مسكينه غارقه في المشاكل ديالها، ما حيلتها الاماني، ما حيلتها الصاله اللي شدوها، غارقه في المعاناه. المهم عيشه غادي تعرف الحقيقه ديال نعيمه من عند الام ديال علي. المهم غتمشي غادي تحيح عليهم، غتقول له ولدها هذه الدار اللي جيتي تناسب معاهم اللي ما حاكمينهاش الرجال. غتبقى تعاير، غتسمعها عيشه غادي تخرج عندها من البيت، غتقول لها شنو كديري مالك على هاد الحاله. غتقول لها بناتك ما مربيينش، واختك حتى هي ما مربياش، اختك كدور ليا براجلي وبغات تاخذو مني. هنايا خوتي غادي نشوفوا عيشه غادي تدور في نعيمه، غادي تواجهها بهذا الشيء، غتقول لها شنو هادشي درتي، يلا خرجتك من مشكل مع العربي، كنتي غادي تقتلي ليه مراتو، درتي لها السم ديال الفيران في الوجه ديالها، يلا فكيتك وخرجتك من هذا المشكل هذا، دخلتينا في مشكل اخر. المهم اخوتي هنا نعيمه غادي تسيف على عيشه حتى هي، وغادي تصدمها، غتقول لها حياتي هادي ندير فيها اللي بغيت، ماشي غير انت وبناتك ديروا اللي بغيتو، انا نبقى تابعكم ونطبق داكشي اللي كتقولوا لي نتوما. غتقول لها حتى انا هذه حياتي وبغيت نعيشها كيف ما بغيت، وهذا الشيء علاش جيت عندك وقلت لك غادي نخرج من الدار وغادي نكري في بلاصه اخرى. انا خوتي غادي تدخل الام ديالهم، غتقول لها خلي خصك حتى هي تشوف المستقبل ديالها، من حقها تزوج اللي بغات، ومن حقها تختار اللي بغات. هادشي كامل اخوتي غير حيتاش الاب ديال علي كيف ما شفنا انه لاباس عليه وعنده بزاف ديال المحلات ديال الذهب، ومعروف في المنطقه ديالو، معروف انه لاباس عليه، ما همهاش ان السيد مزوج، ما همهاش الكرامه ديال بنتها وصورتها قدام الناس. غادي نشوفوا ان عيشه غادي تدور في الام ديالها، غتقول لها واش حتى انت كتسانديها في الراي ديالها، حتى انت معاها. الام ديالها غتقول لها خلي اختك تختار اللي بغات وتزوج باللي بغات، حيت كيف قلت لكم ان الام ديال عيشه عزيز عليها الرجال اللي لاباس عليهم، وما عزيزش عليها اللي ما عندوش الفلوس. وهذا الشيء علاش كيف شفنا كانت كدور بزاف في خديجه على الاختيار ديال هذا الزوج ديالها. المهم اخوتي غادي نشوفوا ان المشاكل غادي يبداو ما بين علي والاب ديالو. علي غادي يكره الاب ديالو وما غاديش يتحمل هادشي اللي دار، ما غيتحملش الخيانه ديالو للام ديالو، وغيبداو المشاكل بزاف ما بينه وما بين الاب ديالو، وهادشي غيخلق مشاكل حتى ما بينه وما بين ريم. غيولي يحملها المسؤوليه، غيحمل خالتها المسؤوليه، غيولي فيما يهضر معاها غيولي يقول لها خالتك بغات تشتت لنا العش، خالتك بغات تفارق الاب ديالي مع الام ديالي، البابا ولا باغي يطلق ماما على وديت خالتك. المهم غيولي يتخاصم معاها بزاف، وغيولي الموضوع ديالهم هو خالتها. بطبيعه الحال اخوتي ريم حتى هي غتولي تكره الخاله ديالها، لان الزواج ديالها مع علي غادي يوقف بسببها هي، وغيوليو مشاكل كبيره ما بيناتهم على قبلها. غادي نشوفوا ان الموعد اللي كانوا محددين فيه العرس ما غاديش يبقاو دايرين العرس. انا اخوتي غادي نشوفوا ان ريم اللي غيبدا عليه يهضر معاها بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب على نعيمه، واخا حتى هي ما غاديش تبقى حامله الخاله ديالها، لانها هي السبب باش غادي يوقف في الزواج ديالها مع علي، ولكن ما غتبغيش ان علي يهضر ليها بصوره خايبه على عائلتها، ما كتبغي حتى شي واحد يوقف ضد عائلتها او يهضر بصوره خايبه على عائلتها. غادي نشوفوا انهم غادي يكثروا ما بيناتهم مشاكل بزاف، غيولي فيما يهضر معها يقول لها خالتك شتات لنا العش، خالتك كدور بابا، خالتك بغات تطلق ماما مع بابا. هي كذلك ما غتبغيش اللي غادي يبقى يهضر ليها في العائله، وغادي يوقفوا العرس ديالهم. كي شفنا خوتي في الحلقات اللي دازوا ان ريم والجده ديالها كانوا عطاو فلوس كثيره في العرابن باش يديروا العرس. هادشي كان فوق من الطاقه ديال عيشه. وشفنا خوتي كذلك ان عيشه باش تدي لهم الخاطر ديالهم كانت كتسرق الفلوس من البنكه، كانت كتسرقهم من الكونت ديال القوريه اللي كنا شفنا انها ماتت. والقصه ديالها مازال ما سالاتش، لان كيف قلت لكم في الحلقه اللي دازت ان غادي تبان الوريثه ديال هاد العائله ديال كريستين، وغادي يتخلقوا مع احداث جديده، احداث مشوقه. غادي نشوفوا كذلك ان عيشه غادي تكتشف، غادي يحصلها المدير هنا ملي غادي يعرفوا ان الكونت خارجين منه الفلوس بطبيعه الحال، غادي يفيريفيو المدير، غادي يرجع للكاميرات ديال المراقبه، غادي يشوفوا ان عيشه هي اللي كانت كتخرج الفلوس وكتاخذهم من الكونت ديال كريستين. المدير هنا غادي يتصدم بزاف في عيشه كيف شفنا، لان داير فيها واحد الثقه كبيره. كذلك اخوتي غادي نشوفوا ان الام ديال علي غادي تلقى السبه باش تفارق ريم مع علي، غادي تلقى سبه مقنعه بالنسبه ليها باش تفارقهم. غتولي تقول له ها السخط ها الرضا، الا ما بعدتيش من داك العائله اللي ما عندهمش الاصل. غادي تحاول انها تفارقهم، وفعلا علي ما غاديش يقبل انه يشوف الام والاب ديالهم مطلقين، هادشي علاش غيتفارق مع ريم.
غنشوفوا كذلك ان نعيمه واخا هاد المشاكل كامله اللي طرات غادي تبقى مع الشفشاوني، لانها غتعتبره هو الرجل المناسب ليها، غادي يبقاو مكملين مع بعضياتهم بزوج، ولكن ما غاديش يتزوجوا، لان غادي يكبروا مشاكل كثيره ما بين العائلات، وبالتالي غادي يتفارقوا. المهم حبابي، عطيتكم بعض الاحداث من الحلقه الجايه، وغنشارك معكم احداث اخرى ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. ما تنساوش انكم ديروا لايكات للفيديو، وتشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وتخليوا لنا التوقعات ديالكم في الكومنتات. خليتكم على خير ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو اخر. بسلام عليكم.